انا محمد شعبان ابو الفنان ابوسي. كنت في وضع كويس من مده مثلا 20 30 40 سنه. الحمد لله كنت كويس، كويس جدا، بكسب كويس. انا بشتغل في ديكورات المحلات وبعمل الالمونيا. اول واحد عمل الالمونيا في زقازيق، وعلمت معظم صناعيات الالمونيا اللي موجودين في الزقازيق، كلهم فتحوا ورش واتعلموا مني يعني. طبعا ديكورات المحلات، عملت ديكورات المحلات في الشرقيه وبره الشرقيه وفي كل حته، اسكندريه ومصر وفي كل حته. كسبت كتير وربيت عيالي كويس. وفوجئت ان بنتي بتغني في الافراح، وعرفت ان امها ماتت طبعا، وفي حوالينها ناس بيستفيدوا، وانا في الحاله دي كنت في حالتي كويسه، مش محتاج منها حاجه. فلما كبرت شويه وراحت مصر وحاجات زي كده، عيني ابتدت تيجي عليها ميه، وابتديت رزقي يقل ومحتاج العنايه، فهي كانت في الاول بدايه حياتها كانت بتبعت لي فلوس، مساعده كل شهر. وفجاه اتقطعت المساعده دي. من 4 سنين اتقطعت المساعده دي، من 4 سنين لا بشوفها، وقطعت خط التليفون بالنسبه لي اللي بتصل بيها ولا هي بتتصل بيا. وطبعا العلاقه طبعا الاسريه دي مفيش علاقه اسريه، ما بتسمعش كلامي انا، او طالما ما بتتصلش عليا ما بتعرفش عني حاجه. في نفس الوقت بتسمع كلام الناس اللي جنب منها، اللي هم اهل امها، لانهم هم المستفيدين بيها، مش انا المستفيد، هم المستفيدين. فلازم يكرهوها فيا. ابوكي كان بيعمل وكان بيعمل وانا لا كنت بعمل ولا بسوي. في نفس الوقت 4 سنين ما بشوفش بنتي، ما بشوفهاش، ما بتبعتليش فلوس، ما اعرفش عنها حاجه، اي مشاكل عندها انا ما اعرفهاش. فيصعب على الواحد برضه ان بنته تبقى موجوده وفي حاله كويسه وما تبعتلوش فلوس. ده ربنا بيقول وبالوالدين احسانا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. فين بقى اللي بتخفض بيها جناح الذل من الرحمه؟ ايه يعني؟ انا تعبان على طول، عينيا وعندي حساسيه وعندي بروستاتا وعندي عرق طالع لي، اي عمليه من دول تتعمل لي يعني فيها موت، عشان عندي حساسيه. فانا عايز الرعايه من بنتي. انا ايامي قليله في الدنيا، اعمل ايه اكتر من كده؟ انا ما زعلتهاش ابدا في حاجه، ما فيش مره زعلتها، لان احنا مش عايشين اصلا، مش عايشين مع بعضينا. ازعلها ازاي وهي بعيده عني وما بتاخدش رايي ولا بتعرف عني ولا اعرف عنها حاجه؟ طب ازعلها ازاي؟ تزعل مني ازاي؟ طبعا اللي حواليها بيقولوا لها، انا ما عملتش معاها حاجه طول، يعني عشت معاها وهي عيله، لكن لما كبرت انا ما اعرفش عنها حاجه، ما اديتهاش راي من الاراء ابدا. فهي زعلانه مني ليه؟ مش عارف. شايله مني ليه؟ مش عارف.